عود هذه الكرة بيده والصورة واضحة، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة المنتخب. لعبها بيده ولمسها بيده وخذاها بيده وحاول يخرج بها بيده، يعني حتى نقول بأن الصورة هذه واضحة وضوح الشمس. طبعا لقطة تفاعلت مع الجماهير العنبية. إسلام سليماني الهداف ما زال ساقط على أرضية الميدان، ورياض محرز يتهيأ لتسجيل الهدف رقم 30 له بألوان المنتخب الوطني. رياض محرز يريد أن يوقع الهدف 30 والاقتراب من عبد الحفيظ تصفاوت صاحب 36 هدف. ردة الفعل ضاف إلى سجل اللاعبين الجزائريين الذين حملوها بعد ربح ماجير ومصلاح من مصر. رياض محرز ودحمان، رياض ودحمان، رياض يتقدم لتوقيع الهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني. رياض 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 ما أروع رياض، ما أروع رياض، ما أروع رياض. يا غوارديولا، يا غوارديولا ماذا يقول حكم المباراة؟ غوارديولا الذي لم يقحم رياض في النهائي يرد بهدف رائع وممتاز يعدل به النتيجة لمصلحة المنتخب الوطني بهدوء تام. رياض محرز ماذا يطالبون اللاعبين التونسيين، ولكن الحكم الموريتاني يصر على أنه الهدف شرعي، ويصر على أن الفرحة تتواصل على مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة. آخر من سجل بركلة جزاء وفي هذا المرمى رياض سقط ولكنه سجل، رياض سقط ولكنه سجل. آخر من سجل قلنا بأنه حسن يبدأ من ركلة جزاء. هو رياض يعود بالمنتخب الوطني في مباراة ودية